ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا في رحله جديده او جوله جديده، حبيت اشارك معاكم الفيديو. هو صغير شويه بس قلت لعل وعسى نستفاد كلنا بمناسبه الشتاء. طيب احنا فين؟ احنا في مكان اسمه مزرعه البط. مزرعه البط ده موجود في فايده كامل. طيب اقرب محطه مترو هي ايه؟ دار السلام. ننزل ناخد ميكروباص نبقى في المكان ده. طيب السوق ده بيبقى موجود يوم الجمعه فقط. اسمه سوق مزرعة البط. بيبقى موجود فيه ايه؟ طيب موجود فيه قماش الستاير، موجود فيه زي ما احنا شايفين كده. دي كانت زي دفايات او بطاطين او نص بطانية او نص مفرش قطيفة. عايزه اقول لكم ان كل الحاجات الجميله اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، ده كان بالكيلو، والكيلو عامل 160 جنيه. طبعا انت كل ما تقلبي كل ما هتطلعي حاجات حلوه قوي. حبيت افرجكم على قد ما اقدر كده. طبعا كان في قماش دفايات ينفع يعني دفايات اطفال، وينفع دفايات للسرير الكبير. في قماش ينفع تعمليه مفرش قطيفه، طبعا بتزودي انت عليه جوبير وحاجات زي كده. كل طيب المفارش بقى اللي قدامنا دي كانت بالمتر، والمتر كان عامل 140 جنيه. طيب احنا لو عايزين نوصل للمكان ده زي ما قلت لكم، هتركبوا المترو تنزلوا محطة دار السلام اتجاه حلوان، وهتركبوا ميكروباص من قدام مكان اسمه ابو طالب. قولوا له نزلنا مزرعة البط هينزلكم. السوق فاتح كل يوم جمعة من الساعة 6 صباحا لحد الساعة 10 مساء. تقدروا تستفادوا بكل الحاجات اللي هناك. هتلاقوا طبعا قماش ستاير، وقماش ملايات، وقماش دفايات، وهتلاقوا كل اللي انتوا عايزينه. طيب لو انت بقى ست بيت او عروسة وبتجهز وعايزين ملايات، هنجيب اطقم كتير بقى. وحابين نشكل يعني الملاية شكل، واكياس المخدة الخدادية شكل. هنلاقي بقى هناك فروشات كتيرة جدا. هنصور مع بعض دلوقتي وهقول لكم اسعار المتر كان عامل كام في الملايات. كان بيبتدي من 54 جنيه لحد 85. طبعا قطن العمرية. هتلاقوا كمان هناك يعني لو هتشتروا اكتر من طقم ممكن تفصلوه. طب التفصيل بياخد على الطقم كام؟ بياخد على الطقم من 70 جنيه ل100 جنيه، طبعا على حسب اختيارك، هتعملي فيه شغل او هتفصليه سادة. عايزه اقول لكم ان الاشكال هناك كانت جميله جدا بتاعه اطقم السرير. هنشوف مع بعض دلوقتي. هنا احنا حبيت يعني افرجكم على قد ايه الحاجات دي كانت جميله جدا، طبعا بالكيلو. بصوا ده زي مفرش قطيفه كده، اللي هو الازرق ده والاحمر. هنلاقي مع بعض بقى مفارش قطيفه زي نص بطانيه. هنلاقي مع بعض مفارش جميله جدا زي سبايدر مان اللي احنا شفناه في بدايه الفيديو. طبعا دي كانت حته كبيره جدا ينفع تعمل مفرشين وغدتين للاطفال. هنا جينا بقى على فرش الملايات ده، وفرش الملايات جنب اللي هي الحاجه بتاعه المفارش اللي بالكيلو على طول. دول كنت شاركتهم معاكم قبل كده. ده اسمه فرش محمد واحمد يعني. ده فرش محمد واحمد اخر مزرعة البط. على ايدك اليمين او على ايدك اليمين هتلاقيه. طيب سعر المتر اللي كان في ايديه ده كان ب54 جنيه. اللي عندكم بقى لو عايزين ملايات اطفال، ملايات سرير، غرفة النوم، عايزين سادة، عايزين مشجر، عايزين قطن، عايزين المحلة الكبرى، عايزين العمرية، عندهم كل الخامات وكل الالوان وكل الاشكال. حاولت اصور على قد ما اقدر. طبعا الفيديو حاولت اجيبه لكم يعني لو هتستفادوا، او لو عروسه جديده عايزه تجهز، او لو ست بيت بقى بتجددي اطقم ملايات وحابه تشتري بسعر رخيص. فعندك المكان ده طبعا اسمه مزرعه البط. وعندكم هم بيفرشوا في اماكن كتير زي سوق التلات في الجيزه، وسوق الخميس في المطريه. بس احنا نزلنا هنا مزرعه البط. بصوا الاطقم دي بقول لكم هي دي ام 85 جنيه. طبعا والجنب ده كله ده ابو 54 جنيه. اي متر في الاشكال اللي انتوا حابينها دي كلها ده ب 54 جنيه. لو وصلتوا لغايه هنا وعجبكم الفيديو يا ريت ما تنسونيش باللايكات والاشتراكات والكلام الجميل بقى اللي هستنى منكم في تعليقاتكم. لو حابين اماكن تانية، لو حابين اشارك معاكم يعني فيديوهات زي كده لو نزلت اي مكان. ده كان متر عامل 54 برضو. ده كان للاطفال بقى، كان عندهم اشكال كتير بقى والوان كتير. الخامة اللي انتي تناسبك يعني ممكن ايه تقولي له انا عايزة من ده، وبتوصليها عنده وانتي واقفة. في طبعا هناك في اماكن بقى بتجيبي منها اللوازم بتاعه الملايات، لو حابه باستك، لو حابه تعملي جوبير، لو حابه تعملي اي حاجه هتلاقيها هناك في مزرعه البط. كمان مزرعه البط ده سوق كبير. لو عايزين تشتروا ابواب خشب او اي لوازم يعني للخشب، هنلاقيه. هي السوق مشهور بالخشب. عفوا. بصوا دي الاطقم الساده. كمان لو ليكم في الساري
اللي هو اللي طالع موضة السنين دي يعني، اهو اللي انا بقول لكم عليه ده المتر كان عامل 85 جنيه. تحياتي.